السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، كل سنة وانتم طيبين. النهارده إن شاء الله هنكمل درس الموارد المائية وأساليب إدارتها. طبعا شرحنا الجزء الأولاني ووضحنا أساليب إدارة المياه العذبة والمالحة، تمام، ووضحنا إيه الفرق بين المياه السطحية والمياه الجوفية، ووضحنا حاجات كتيرة جدا في الجزء الأولاني، والجزء الأولاني مهم جدا والجزء بتاع النهارده أهم. فأنا عايزك بقى تصحصح بقى معايا، لأن النهارده هنعرف إزاي نحل الأسئلة وهوضح لك نقط مهمة عشان تعرف تحل اي سؤال ان شاء الله يجي لك على الدرس. فانا عايزك كده بقى بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام تشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو وتتابع معايا كويس جدا، ويكون معاك كتابك وقلمك وتعلم على النقط المهمه. ويلا بينا على الجزء بتاع النهارده. بالنسبه للجزء بتاع النهارده يا شباب، هنتكلم على وادي النيل، وهنعرف منابع نهر النيل اللي هي المنابع الاستوائيه والمنابع الحبشيه، وهنعرف المشاريع اللي مصر قامت بيها. فالنهارده هنتكلم على 3 حاجات. اول حاجه هنتكلم على حوض النيل اللي هو قدامنا ده، وهنتعرف على حوض النيل. فتعالوا بينا كده نتعرف على حوض النيل اللي هو نهر النيل، موجود في قاره افريقيا. نهر النيل يا جماعه، اول حاجه لازم اعرفها انه يمر ب 11 دوله، وهو اطول نهر في العالم، طوله 6670 كيلو متر. فهو أطول نهر في العالم، أطول نهر في العالم، يعني مفيش نهر أطول منه، لا مفيش. طيب بالنسبة للنهر ده بيمشي في كام دولة؟ بيمشي في 11 دولة، وال11 دولة دول كلهم في قارة أفريقيا. ال11 دولة كلهم موجودين في قارة أفريقيا. طب هو موجود فين في أفريقيا بالظبط؟ هو شرق أفريقيا، يعني على ايدك اليمين كده بالنسبة لأفريقيا. يبقى برضو اعرف ان هو يقع في الجزء الشرقي من القارة الأفريقية. طيب نهر النيل، معلومة برضو بسيطة لازم تبقى انت عارفها، بيمر في 11 دولة. هم كانوا المفروض 10 دول، وبتضمهم منظمة اسمها منظمة الأندوجو، ولكن بسبب انقسام دولة السودان بقوا 11 دولة. يعني بدل ما كانوا 10 بقوا 11. طيب ليه يا مستر؟ قلنا بسبب انقسام دولة السودان. يعني افترضنا جه قال لي كده وقال لك ان نهر النيل كان يمر في 10 دول وبقى بيمر في 11 دولة نتيجة لأسباب نقاط، فتبقى أسباب سياسية، اللي هو انقسام دولة السودان للسودان ودولة جنوب السودان. فهنا هتلاقي عدد الدول اللي بيمر فيها زاد، بدل ما كانت السودان دولة واحدة لا بقى بيمر بقت دولتين 2، فبدل بقوا 10 بقوا 11 دولة. يبقى نتيجة لأسباب نقط، أسباب سياسية. فدي نقطة تخلي بالك كده في وسط الكلام، ممكن تخلي بالك منها. بعد كده يبقى أنا قلنا نهر النيل يقع في 11 دولة إفريقية، يقع في الجزء الشرقي من قارة أفريقيا، هو أطول نهر فين؟ في العالم. تعالوا نتعرف على الموقع الفلكي. تعالوا كده نتعرف على الإيه؟ الموقع الفلكي لحوض النيل. حوض النيل زي ما انتم شايفينه كده. إيه الموقع الفلكي بتاعه؟ بص يا سيدي، بيمر بأقصى الجنوب هنا خط الاستواء، ويمر فوق هنا عندنا في مصر هنا مدار السرطان. يبقى بيمر بكام دايرة عرض رئيسية؟ هما دايرتين 2 بس. يبقى لما يجي يسألك كده ايه؟ يمر بنهر النيل نقط دائرة عرض رئيسية. خلي بالك انا بقول لك دائرة عرض رئيسية، انا ما قلتش دايرة عرض وسكت، انا بقول لك دايرة عرض رئيسية. فلما هقول لك دايرة عرض رئيسية يبقى هما دايرتين 2. طيب ايه هما؟ هقول لك خط الاستواء ومدار السرطان. ادي خط الاستواء اهو في اقصى الجنوب، وكمان مدار السرطان في مصر. يبقى مدار السرطان احنا كده عارفين انه بيمر في مصر اصلا، فلازم تخلي بالك من الرسمة اللي قدامك دي. طيب كدوائر عرض، يقول لك يمر بين دائرتي عرض كام وكام؟ يقول لك من 33% جنوبا إلى 31.36% شمالا. يعني من 3.5 مثلا، احنا هنقول ونص، فكده كده ارقام مش هتتحفظ، ولكن خلي بالك من الكلام اللي انا بقوله. 3.5 جنوبا، يعني نهر النيل اهو في 3 دواير، 1 2 3 جنوب خط الاستواء.
يبقى لما اقول لك 3.5 جنوبا يعني من 3 جنوب خط الاستواء. طيب لحد 31 و36% شمالا، يعني مثلا 31 ونص برضه بس شمالا اهو. يبقى من هنا لحد هنا الخط ده كده، يبقى واخد 3 ونص تحت خط الاستواء، واخد 31 ونص شمال خط الاستواء. يبقى لما اجي اقول لك خط نهر النيل بيمر فيه كام دايرة عرض؟ هتقول لي 35 ونص. 35 ونص ليه؟ لان انا هجمع ال3 ونص زائد ال31 ونص هيبقى 35 دائرة عرض. بيمر في خط في نهر النيل كام دايرة عرض؟ 35 دايرة عرض. طب انا عرفت ازاي؟ جمعت ال3 ونص لان ال3 ونص دول تحت خط الاستواء زائد 31 ونص اللي هم فوق خط الاستواء، اجمع الاثنين على بعض هيديني 35 دايرة عرض. يبقى انا ممكن السؤال يلعب بالالفاظ، يجي يقول لك يمر في نهر النيل نقط دايرة عرض رئيسية. لو قال لي كلمة رئيسية يبقى انا مش هقوله دول، انا هجيله هنا في خط الاستواء اهو وفي مدار السرطان دي دوائر عرض رئيسية. اوعى تتلخبط، دي حاجة تافهة جدا. اما لما يجي يقول لك يمر بنهر النيل نقط دايرة عرض بس واسكت، ما قلتلكش رئيسية، ففي الحالة دي انا اللي هجمع له كله 3 ونص تحت و31 ونص فوق خط الاستواء، يبقى كده 35 دايرة عرض. خلاص يا جماعة، فرق بين السؤالين عشان ما تتلخبطش. سؤال تافه ويوقعك خسارة الدرجة اللي تروح منك. تمام؟ يمر تاني نقط دايرة عرض في نهر النيل، دايرة عرض وسكت، يبقى هجمع كله، يبقى 3 ونص تحت و31 ونص فوق، يبقى 35 دايرة عرض. طب يمر بنهر النيل نقط دايرة عرض رئيسية، يبقى انا كده بقصدي على خط الاستواء ومدار السرطان بس، يبقى دايرتين 2 بس. خلاص يا جماعه، اوعى تتلخبط. خلاص، يبقى ده بالنسبه للموقع الفلكي. طب الموقع الفلكي ده له اثر على المناخ في النهر؟ طبعا، ده انا عندي 5 انواع من المناخ. يمر بنهر النيل 5 انواع من المناخ. عندي تحت هنا مناخ استوائي، يبقى كده في الجزء ده كده مناخ ايه؟ استوائي. عندي في منطقة أعالي النيل ده شبه استوائي. عندي في منطقة الحبشة شبه موسمي. عندي في شمال السودان ومعظم مصر صحراوي. وعندي على ساحل البحر المتوسط مناخ بحر متوسط. الله، يا أنا كده عندي 5 أنواع من المناخ على نهر النيل. احفظهم كويس جدا. يبقى انا عندي في منطقة البحيرات الاستوائية، حتى اسمها بحيرات استوائية، يعني شوف اسمها بحيرات استوائية، يعني بتقع في المناخ الاستوائي، بيمر بقى خط الاستواء، فده مناخ استواء. منطقة اعالي النيل ده اهي مناخ شبه استوائي، لان انا طلعت شوية بعدت شوية عن خط الاستواء. طيب اطلع فوق شوية عن منطقة الحبشة، لا ده مناخ شبه موسمي وموسمي. طب اطلع فوق شوية صحراوي اللي هو الصحراء بتاعتنا. كذلك على البحر المتوسط اقليم بحر متوسط. بس كده، مش ده اللي احنا بناخده؟ اقليم بحر متوسط، صحراوي، موسمي او شبه موسمي، شبه صحراوي، شبه استوائي، وبعدين استواء. 5 انواع من المناخ. طيب تعال نشوف ايه السر ورا ان انا عندي اكتر من مناخ في نهر النيل. السر ورا الكلام ده هو الامتداد الطولي لنهر النيل. الامتداد الطولي لنهر النيل. خلي بالك من كل كلمة بتتقال. اكتب عندك في الكتاب كل كلمة بتتقال، يعني مش هتعرف تحل اسئلة الا لما تفهم الشرح نفسه، مش الكلام اللي موجود في الكتاب، لا الاستنتاجات اللي احنا بنقولها. فلازم تنتبه كويس. تعالى اقول لك تاني، ركز معايا. اقول لك ايه سبب ان في نهر النيل اكتر من المناخ، اكتر من مناخ، يعني في مناخ استوائي وشبه استوائي وموسمي وصحراوي وبحر متوسط. ايه ده كله؟ ايه سبب ان عندي اكتر من مناخ؟ هو الامتداد الطولي لنهر النيل. ان نهر النيل طويل كده، يعني مش بالعرض، مش بالعرض. يعني مثلا انا افترض ان نهر النيل بيمتد بالعرض كده، الفروع بتاعته كده، هل كان هيبقى فيه تنوع مناخي؟ لا طبعا. ليه؟ لان احنا بنحدد المناخ بدوائر العرض. كلما زاد عدد دوائر العرض زي ما احنا شايفين كده، المفروض تبقى ماشيه كده، تمام؟ 35 دايره عرض، قلنا 35 دايره عرض. كلما تعددت دوائر العرض كلما تنوع المناخ. اما لو بشكل عرض كده اهو، ايه دوائر العرض اللي هتعدي؟
هي فين دوائر العرض اللي هتعدي في الشكل ده؟ يعني هنفترض ان ده نهر النيل ماشي بالعرض كده، ايه كام دايره عرض؟ دايره عرض اهي، وادي دايره عرض، وادي دايره عرض مثلا 3 4 دوائر عرض مثلا. ايه التنوع المناخي اللي هيجي له؟ طبعا مفيش تنوع مناخي. فهنا ممكن نقول لك ماذا يحدث اذا امتد نهر النيل بشكل عرضي وليس طولي؟ في الحاله دي مش هيحدث عندي تنوع في مناخه. ليه؟ لانه مش هيمشي فيه دوائر عرض كتير. يبقى كلما زاد عدد دوائر العرض كلما تنوع المناخ. امتى بقى بتزداد دوائر العرض؟ لما بيكون الامتداد طولي مش عرضي. خلاص يا جماعه؟ يبقى تخلي بالكم من نقطه زي دي. يعني يبقى ده بالنسبه للمناخ اللي موجود في نهر النيل. يبقى عرفنا خلاص نهر النيل من اكبر انهار العالم، وعلى فكره برضو بيحتل المرتبه الثالثه من حيث كسهل فيضي عرضي. يعني اعرض نهر في العالم نهر الامازون، يليه الكونغو، يليه نهر النيل، فهو يحتل المرتبه الثالثه من حيث كاعرض نهر في العالم. يبقى كأطول نهر هو نهر النيل، أما كأعرض نهر لا، هو الثالث، هو في المرتبة الثالثة بعد إيه؟ بعد الكونغو والأمازون، أو بعد الأمازون الأول وبعدين الكونغو وبعدين نهر النيل. مساحته 2.9 مليون كيلومتر، والمساحة دي تمثل 10% من مساحة أفريقيا. 10% من مساحة أفريقيا. تمام؟ يبقى ده بالنسبه لحوض نهر النيل. بيمشي في 11 دوله. ال 11 دوله دول هتلاقيهم عندك في الكتاب بالترتيب كده. هتلاقي مصر والسودان وجنوب السودان واريتريا واثيوبيا وكينيا واوغندا وتنزانيا والكونغو الديمقراطيه. هتلاقي 11 دوله موجودين عندك في الكتاب بيمر فيهم نهر النيل. وال11 دوله قلنا في افريقيا، ونهر النيل في الجزء الشرقي من قاره افريقيا. يبقى ده بالنسبه للجزء الاولاني، امتداد حوض النهر. امتداد حوض النهر والموقع الفلكي والموقع الجغرافي. الموقع الفلكي اللي هو ما بين دوائر العرض وخطوط الطول، وضحناها كويس جدا، لازم تنتبه لكل كلمه بتتقال. الموقع الجغرافي ان هو في شرق القاره بيمتد امتداد طولي وليس امتداد عرضي، وده ادى الى تنوع المناخ فيه، وتنوع طبعا كميه الامطار اللي بتسقط عليه من مكان الى اخر زي ما هنشوف دلوقتي. خلاص يا جماعه، تعالوا بقى نخش على منابع نهر النيل ونشوف ايه هي المنابع بتاعت نهر النيل عندنا. تعالوا بقى يا شباب نتعرف على منابع نهر النيل. لما اجي اسالك اقول لك ايه هي المنابع بتاعه نهر النيل. انا عندي 3 منابع، 1 2 3. اول حاجه عندي منابع استوائيه، وبعدين عندي منابع موسميه، وبعدين عندي منابع برضو دائمه اللي هي اعالي النيل. اعالي النيل ده اللي هي المنطقه ده اللي بتفصل ما بينها وما بين نهر الكونغو اللي هو في وسط افريقيا عند خط تقسيم الميه. فهي المنابع دي قليله الاهميه اصلا، مش هنتكلم عنها خالص، ولكن تعرف انها بتدينا ميه ولكن نسبه ضئيله جدا. تمام؟ وهنعرف ليه دلوقتي. بس كلامنا كله على المنابع الاستوائيه والمنابع الموسميه. تمام؟ واحده واحده كده تعالوا نتعرف على الاثنين. اول حاجه انا همشي بطريقه تانية غير الطريقه اللي موجوده في الكتاب في الجزئيه اللي جايه دي، فتخلي بالك من الكلام اللي انا بقوله عشان ما تتوهش مني. انقل ورايا النقط الاساسيه. اول حاجه انا لازم اعرفها يا جماعه ان عندي منابع استوائيه ومنابع موسميه. ايه المنابع الاستوائيه؟ اللي هي هضبه البحيرات الاستوائيه. تمام؟ طب ايه المنابع الموسميه؟ اللي هي هضبه الحبشه. خلاص؟ يبقى انا قلت لك في منابع استوائيه اللي هي هضبه البحيرات الاستوائيه اللي هي ده طب وايه المنابع الموسميه؟ اللي هي الحبشه اللي هي ده خلاص؟ يبقى اعرف كل حاجه فين على الخريطه. يبقى منابع استوائيه هضبه البحيرات الاستوائيه اللي هي ده. منابع موسميه اللي هي منطقه الحبشه اللي هي ده. خلاص؟ تعالى نفرق ما بينهم كده. اول حاجه البحيرات الاستوائيه دي مصدر دائم. طيب الحبشه مصدر موسمي. تعال نفهم يعني ايه مصدر دائم ويعني ايه مصدر موسمي. مصدر دائم يعني بتدينا الميه طول السنه، بتدينا الميه طول العام. طيب يعني ايه مصدر موسمي؟ يعني بتدينا الميه في موسم محدد زي الصيف، فهي تمدنا بالمياه صيفا اللي هي هضبه الحبشه. خلاص؟ طيب هضبه البحيرات الاستوائيه ده
مساحتها 355 ألف كيلومتر مربع كمساحة، مساحة كبيرة طبعا في وسط قارة أفريقيا. ارتفاعها حوالي من 1000 ل 1500 متر فوق سطح البحر. أما الحبشة أعلى من 2000 ل 2500 متر فوق سطح البحر. يبقى أنا عندي واحدة مرتفعة 1500 والتانية 2000 ل 2500 متر فوق سطح البحر. يبقى أنا كده أستنتج أيهما أكثر ارتفاعا؟ لا، الأكثر ارتفاعا منطقة الحبشة اللي هي ده اهي، أكثر ارتفاعا من ده اهي اللي هي الاستوائية. يبقى خلاص، يبقى مصدر البحيرات الاستوائية الحبشة. البحيرات الاستوائية دائم، الحبشة موسمي. البحيرات الاستوائية ارتفاعها 1500 متر، الموسمي اللي هي الحبشة ارتفاعها أكتر فهي 2000 ل 2500 متر. طيب ايه المنابع بتاعتها؟ انا عندي اكترهم بحيرة فيكتوريا، وفي بحيرة اسمها ألبرت، وفي نهر اسمه كاجيرا. يبقى انا دي منابع موجودة تحت هنا. هي فين؟ ادي بحيرة فيكتوريا، وفي بحيرة جنبها كده اسمها بحيرة ألبرت، والنهر اللي نازل تحت ده نهر كاجيرا او نهر كاجيرا. خلاص، يبقى دي منابع دائمة الاستوائية. طيب امال الحبشة منابعها ايه؟ 1 2 3 اللي هو الصوباط والنيل الازرق وعطبرة. تمام؟ الصوباط والنيل الازرق وعطبرة. تعالوا نحفظهم تاني، ركز بقى معايا. ايه الفرق بين منطقة البحيرات الاستوائية والموسمية؟ تعال نشوفهم بعينينا على الخريطة. المنطقة اللي تحت ده اهي دي مصدر دائم اللي هي البحيرات الاستوائية. اما اللي على ايدك اليمين تمام ده اهي اللي هي الحبشة. خلاص، شفت مكانها على الخريطة؟ تعال بقى نقارن ما بينهم. البحيرات الاستوائية مصدر دائم، ترتفع 1500 متر عن سطح الارض او سطح البحر، مساحتها 355 ألف كيلو متر مربع. من المنابع بتاعتها بحيرة فيكتوريا هي أكبرهم، بحيرة ألبرت، نهر كاجيرا أو نهر كاجيرا زي ما تنطقوا براحتك. تمام؟ بحيرة فيكتوريا هي أكبر بحيرة عذبة في النصف الشرقي من الكرة الأرضية. بحيرة فيكتوريا أكبر بحيرة عذبة في النص الشرقي من الكرة الأرضية، وهي تاني بحيرة عذبة في العالم بعد بحيرة سوبيريور في أمريكا الشمالية. تمام؟ يبقى هي أكبر بحيرة عذبة في النصف الشرقي، وتاني بحيرة في العالم من حيث المساحة كبحيرة عذبة. في بحيرة ألبرت وفي نهر كاجيرا بيصب فيها المية. بحيرة فيكتوريا المصدر المية اللي فيها، بحيرة فيكتوريا دي بتجيلها مية منين؟ بتجيلها مية من مكانين، من نهر كاجيرا والأمطار التي تسقط فيها اللي هي الأمطار الاستوائية. يبقى لما يجي يقول لك بحيرة فيكتوريا مصدر المية فيها جاي لها منين؟ جاي لها من نهر كاجيرا بيصب فيها. يبقى نهر كاجيرا بيصب في بحيرة فيكتوريا أصلا، أهو هو البداية الحقيقية لنهر النيل. يبقى لو افترضنا سألني وقال لك البداية الحقيقية لنهر النيل بحيرة فيكتوريا ولا نهر كاجيرا؟ لا، أقول له نهر كاجيرا طبعا. طب لو نهر كاجيرا مش موجود أقول له بحيرة فيكتوريا، لأن هي دي بداية نهر النيل أصلا. ولكن قبل بحيرة فيكتوريا في نهر صغير كده اسمه نهر كاجيرا. خلاص؟ يبقى نهر كاجيرا بيصب ميته في بحيرة فيكتوريا. يبقى بحيرة فيكتوريا ميتها جاية منين؟ جاية من نهر كاجيرا اللي بيصب ميته فيها والأمطار التي تسقط عليه. خلاص؟ مساحة الهضبة كلها 355 ألف كيلومتر، ارتفاعها 1500 متر من فوق مستوى سطح البحر، بالإضافة إلى أنها مصدر دائم لنهر النيل عم بتمدنا المية طول السنة، وهي من منطقة البحيرات العظمى. طيب أما الموسمية بقى اللي هي الحبشة اللي هي فين؟ أهي الصباط، النيل الأزرق، عطبرة، بالترتيب الصباط، النيل الأزرق، عطبرة. دي موسمية، يعني بتدينا المية موسم معين اللي هو موسم فصل الصيف، وهي مهمة جدا طبعا لمصر لأنها بتدينا كميات كبيرة جدا من المية. طيب دي أكثر ارتفاعا لأنها من 2000 ل 2500 متر فوق سطح البحر. تمام؟ دي الروافد بتاعتها، وهي مصدر بيمدنا المية في فصل الصيف فقط. تمام؟ خلاص؟ طب لما اجي اقارن لك بالنسبة لمائية المية فيهم، يعني المية اللي فيهم انهي اكثر اهمية؟ طبعا هقول لك ان بحيرة الهضبة الحبشة اكثر اهمية. ليه؟ لانها بتمدنا، منطقة الحبشة دي بتمدنا ب 84%، اما البحيرات الاستوائية بتمدنا ب 16% من مية نهر النيل. فاكيد انهي الاهم؟ اكيد الحبشة اهم.
هي بتديني فصل الصيف بس، ولكن بتديني كميات كبيره من الميه. اما اللي بتديني طول السنه لا، كمياتها قليله، كمياتها قليله، اللي هي 16%، اما دي 84%. كده دي مقارنه كده ما بين الاثنين، فلازم تخلي بالك من المقارنه قبل ما نخش على مائيه نهر النيل اللي تركز فيها كويس جدا معايا. عايزك تركز جدا في الجزء اللي جاي ده. يبقى ده بالنسبه للمصدرين الاثنين بتوع نهر النيل، اللي هو المصدر الدائم والمصدر الموسمي. نيجي بقى يا شباب لمائية نهر النيل نفسها بقى، يعني نشوف المية اللي بتيجي دي بتيجي ازاي وقد ايه وكميتها قد ايه. ركز بقى معايا في الجزء ده لانه يعني ايه مهم جدا ومكعبل شوية، فركز معايا عشان احنا هنحاول نبسط الامر لابعد يعني الحدود عشان بس الناس تفهم. انا دلوقتي عندي كمية المية اللي بتنزل على نهر النيل على بحيرة فيكتوريا. دي بحيرة فيكتوريا، ركز بقى معايا في الاماكن. بحيرة فيكتوريا بتنزل عليها المية بتبقى 114 مليار متر مكعب. يبقى بحيرة فيكتوريا المية بتكون فيها كام؟ 114 مليار متر مكعب. المية تطلع لبحيرة اللي هي بحيرة ألبرت. توصل بحيرة ألبرت تبقى كام؟ بتبقى 23.8 مليار متر مكعب، بتفقد 82%. يبقى المية كانت كام؟ 114 مليار متر مكعب، خرجت من فيكتوريا راحت ألبرت نزلت بقت 23 مليار. يعني تخيل فقدت كمية كبيرة جدا من المية. طيب ليه؟ بسبب التبخر. خلي بالك السبب لازم تعرفه، بسبب التبخر، لأن درجة الحرارة مرتفعة في المكان ده فالبخر بيبقى كتير، فالميه بتتبخر يعني نتيجه للارتفاع الشديد في درجه الحراره لانها منطقه استوائيه. خلاص، يبقى دي اول مرحله. يبقى تخرج الميه من 114 مليار ل 23 مليار من فيكتوريا لألبرت. خلاص. طيب توصل من ألبرت لنيمولي، حته كده اسمها نيمولي، تزيد الميه تبقى 26 مليار. تزيد الميه تبقى كام؟ 26 مليار، نتيجه طبعا لسقوط الامطار. خلي بالك من كل سبب، من 23 ل 26 في نيمولي. طيب تطلع الميه لحته اسمها منجلة، تبقى الميه 30 مليار. كلام جميل جدا، عسل. كده الميه بدات تزيد اهي واحده واحده يا جماعه، الدنيا جميله تمام. يبقى منجلة 30 مليار. تطلع الميه عند منطقه اسمها ملكال، عند التقاء نهر الصباط، اسمها ملكال. اسمها ايه؟ ملكال. توصل الميه تبقى 15 مليار متر مكعب. 15 مليار، هو مش كانوا 30؟ لا نزلوا 50%، يبقى فقدت 50% من الميه بتاعتها. ليه؟ لازم اعرف ليه المكان ده بالذات فقدت فيه 50% وبدل 30 بقوا 15. قال لك بسبب حاجه اسمها الايه؟ السدود النباتيه في بحر الجبل. انا عندي حاجه اسمها السدود النباتيه في بحر الجبل، في الفرع ده كده، في الحته دي كده. سدود نباتيه يعني شويه نباتات موجوده في مجرى النهر، والجانبين بتوع النهر منخفضين جدا، فاي ميه بتزيد بتطلع بتعمل مستنقعات على الجانبين، فالميه كل ما تزيد تنقص، كل ما تزيد تنقص. تمام. يعني لو حد فيكم دخل وبحث عن النت هتلاقي ان كل ما تزيد بتلاقيها بتنقص، لان الجانبين بتوع النهر منخفضين، فالنهر صعب انه يتملي اصلا وميته تعلى. فهنا كانت مشكله، فبتكون لي بقى حاجه اسمها السدود النباتيه، وفي كمان مستنقعات وبرك في المناطق اسمها بحر الجبل، في منطقه بحر الايه؟ الجبل. يبقى يفقد 50%. حلو يا جماعه، ركز معايا تاني، خلي بالك في الارقام. يبقى الميه تطلع من فيكتوريا 114 مليار، توصل ألبرت تبقى 23.8، بتفقد 82%. ماشي، ما علينا، فقدنا وانتهينا، واللي خسرناه ماشي. تطلع شويه نيمولي تزيد تبقى 26 مليار، تطلع منجلة تبقى 30 مليار، من منجلة الملكال نقصت 50% بقت 15 مليار. يبقى كده المية وصلت ملكال 15 مليار، تلتقي بنهر الصباط
اللي هو ده اهو، اللي هو بتاع الحبشه. خلاص وصلوا كام؟ 15 مليار. طب وبحر واعالي النيل ده لا، ده ما بتجيب لناش حاجه. يعني بحر العرب ده اهو بيفقد بنسبه كبيره جدا من الميه، يا دوبك بيوصل لنا نص مليار تقريبا من 15 مليار، فما بيتحسبش. يعني هو نص مليار ما بيجيبش حاجه. تمام. فهنا بنقول طب هو بيفقد كميات كبيره ليه؟ بيفقد كميات كبيره نتيجه للانحدار العام بتاعه. بسبب الانحدار العام بتاعه شايفينه ماشي بالعرض، فنتيجه للانحدار العام بتاعه بيفقد كميه كبيره. فتخلي بالك من السبب. كل مكان يفقد فيه ميه لازم تعرف السبب عشان تعرف تحل اي اسئله تقابلك. اقول تاني واقول لك السبب وانا بتكلم عشان تسجل ورايا. تاني، فيكتوريا تطلع الميه من 114 مليار تروح البرت تبقى 23 مليار. ايه السبب انها نقصت؟ بسبب الارتفاع الشديد في درجه الحراره اللي هو التبخر. خلاص ماشي. تطلع من 23 لنيمولي تبقى 26 مليار، وبعدين ملكال ومن نيمولي لمنجلة تبقى 30 مليار، زادت. طيب ايه السبب؟ بسبب سقوط الامطار الغزيره. يبقى تفقد تزيد اعرف السبب. طب ماشي خلاص خلصنا المرحله الثانيه. تطلع من منجلة لملكال تفقد 50% من 30 مليار تنزل 15 مليار تاني. طب ايه السبب؟ بسبب السدود النباتيه في بحر الجبل. خلاص كل مكان اعرف ايه السبب لازم عشان تعرف تحل الاسئله. خلاص كده وصلنا خلاص عند التقاء النيل السباط بالنيل الابيض بقينا 15 مليار. نكمل بقى عند السباط والنيل الازرق وعطبره بيدوني كام؟ واحده واحده كده. النيل الازرق احسبها واحده واحده. السباط الاول بيديني 12.5 مليار، ده السباط. طب النيل الازرق 52 مليار. طب عطبره بيديني 13.5 مليار متر مكعب. يبقى بالتاني كده بالترتيب. يبقى السباط الاول. طب انا هحفظ بالترتيب؟ لازم احفظ بالترتيب عشان ممكن اصلا يجي يسالك ويجي يقول لك فرع نقط من روافد الحبشه باول فروع الحبشه التقاء بالنيل. ايه اول واحد في دول التقاء بالنيل الابيض؟ طبعا السباط الاول. هتيجي تقول لي لا ده عطبره اللي فوق، اقول لك لا احنا بنجيب من تحت مش من فوق. يعني اول التقاء ده من تحت مش من فوق، بنحسبه من تحت. يبقى السباط الاول وبعدين النيل الازرق وبعدين عطبره. السباط بيديني 12 ونص والنيل الازرق بيديني 52 وعطبره بيديني 13 ونص. تمام. كلهم على بعض بيبقوا 89.5 مليار. يعني كلهم بقى دول بال 15 اللي تحت بيبقى 89.5 مليار متر مكعب. خلاص. تطلع الميه من وادي حلفه وتنزل في بحيره ناصر. بحيره ايه؟ ناصر. يبقى انا عندي هنا بحيره ناصر. في بحيره ناصر تفقد 5 مليار متر مكعب. يعني احنا عندنا في مصر في بحيره ناصر الميه بتاعت النيل بتفقد 5 مليار بتنزل ل 84 مليار. النهائي بقى، النهائي بتاعنا 84 مليار خلاص. بتنزل من 89 ل 84 خلاص. تمام. طيب انا عايز السبب لتفقد في بحيره ناصر 5 مليار ليه يعني؟ بص يا سيدي اكتر من سبب. اول سبب بسبب المناخ الصحراوي. يعني احنا عندنا في جنوب مصر مناخ صحراوي، مدار السرطان بيعدي في جنوب مصر فدرجه الحراره عاليه والمناخ عندنا مناخ صحراوي. دي حاجه. تاني حاجه الاتساع بتاع البحيره متسعه فعلشان كده عريضه فبتتعرض للشمس بشكل كبير. تالت حاجه الانحدار بتاع الارض بسيط فالميه بتمشي بطيئه فبتتعرض ايضا للشمس بنسبه كبيره. فدي عده اسباب بتخلي يبقى الانحدار العام بتاع البحيره، اتساع البحيره، ارتفاع درجه الحراره او المناخ الصحراوي. فدي كلها اسباب بتخلي ان بحيره ناصر بتفقد فيها الميه كام؟ 5 مليار متر مكعب. تمام. بعد كده تطلع الميه بقى عندنا تطلع في نهر النيل وتصب في البحر المتوسط اللي بيستخدمها بقى بيستفاد منها. تمام. المهم يبقى دي الرحله بتاعه الميه عندنا في نهر النيل. لو ما انتش في حاجه ما انتش مركز فيها قوي اوقف الفيديو وذاكرها تاني واحده واحده اكتبها ورايا. لو كتبت كل كلمه بقولها هتلاقي نفسك حفظت كل سؤال هيجي لك. كل سؤال هيجي لك هتعرف تجاوب عليه لو انتبهت ونقلت ورايا كل كلمه انا قلتها. تمام. فتركز معايا كويس جدا. يبقى ده بالنسبه لمائيه نهر النيل من المنابع الاستوائيه لحد المنابع الحبشيه لحد ما يصب في البحر الايه؟ المتوسط. تمام يا شباب. يبقى ده وعرفنا انهي الاهم الحبشه ولا البحيرات الاستوائيه؟ لا قلنا الحبشه اهم. الحبشه اهم ليه؟
لان احنا قلنا بتدينا كام في المية؟ بتدينا 84%. اما الحبشه قلنا بتدينا اما بحيرات الاستواء بتدينا 16% فقط. فعشان كده الحبشه اهم لانها اكبر نسبه. ده غير النيل الازرق اصلا لوحده بيدينا 56% من ميه نهر النيل الازرق ده لوحده 52 مليار. يعني لو بالنسبه المئويه 56%. ده غير ان ده 12 ونص وده 13 ونص، لو جمعتهم على بعض بيدوك نسبه 84% من ميه نهر النيل. تمام؟ يبقى ده بالنسبه لمائيه نهر النيل سواء منابع حبشيه او منابع استوائيه. نخش بقى على اخر جزئيه في الدرس وهي المشاريع اللي مصر شاركت فيها عشان تحافظ على ميه نهر النيل. اخر حاجه بقى يا شباب هنتكلم عنها دور مصر في المحافظه على ميه نهر النيل. مصر عملت مشروعات في افريقيا او ساهمت في مشروعات مع بعض الدول زي اوغندا والسودان علشان تحافظ على وصول الميه ليها. يعني هي بتقدم مساعدات لبعض الدول او بقى سواء مساعدات ماديه او مشاركه بمهندسين ومتخصصين او غيره. المهم احنا بنشارك. يعني ليه؟ عشان نضمن وصول الميه لينا كامله، علشان نضمن تحقيق الامن المائي، عشان بتبقى عارف لازم نحافظ على الميه بتاعتنا لانها امن قومي، لازم نحافظ على الميه اللي جايه لنا. فبنقدم مساعدات، بنقدم مساهمات وهكذا في انشاء بقى سدود، خزانات، اي مشاريع موجوده على نهر النيل عشان نحافظ على الميه. فاحنا يعني ده تفعيل الدور الدولي اللي هي المساعدات الدوليه. تمام؟ فعشان كده يبقى مصر ليه بتقوم بالدور ده؟ قلنا المحافظه على ميه نهر النيل عشان احنا بنحتاجه في توليد الكهرباء، بنحتاجه في الزراعه للمحافظه على الميه بتاعتنا انها توصل كامله بشكل كامل. تمام؟ طب تعالى نشوف المشروعات دي وركز معايا عشان انا هقسمها لك تقسيمه تانية خالص غير اللي في الكتاب. انا هقسمها لك على حسب الدول. يعني مثلا مصر عملت ايه في السودان؟ عشان تعرف تحل لازم تخلي بالك من الكلام اللي انا بقوله كويس جدا. بالنسبه للسودان، مصر عملت ايه في السودان؟ عملت سد او خزان صنار ده على النيل الازرق. يبقى مصر ساهمت في انشاء سد الصنار في او خزان صنار في السودان على النيل الازرق. كذلك سد جبل الاولياء ده على النيل الابيض. لازم اعرف طبعا الكلام اللي بقوله ده موجود على الخريطه، في حاجات من اللي انا بقولها مش موجوده في الكتاب بس موجوده على الخريطه، فانت لازم تخلي بالك من الكلام اللي انا بقوله او المكتوب على السبوره. يبقى بالنسبه للسودان اهو عملنا ايه في السودان؟ اهو ساهمنا في حاجتين، في انشاء خزان صنار، بس لازم تعرف ان خزان صنار ده على النيل الازرق، دي من الحاجات اللي اتعملت على النيل الازرق. تمام؟ وكذلك سد جبل الاولياء ده فين؟ على النيل الابيض. خلي بالك من نقطه زي دي. خلاص؟ طيب كذلك برضو عملنا عندنا في مصر، يعني احنا في مصر عندنا عاملين حاجتين كلنا عارفينهم طبعا، السد العالي تمام، وكذلك خزان اسوان، دي مش محتاجه كلام يعني. تمام؟ ولكن الاهم بقى عندي اوغندا. احنا في دوله اوغندا ساهمنا في اكتر من حاجه. زي ايه؟ عملنا في اوغندا سد حوالين بحيره كيوجا. بحيره كيوجا حواليها العديد من المستنقعات، فعملنا سد هناك عشان نجفف تلك المستنقعات ونخزن الميه. تمام؟ يبقى ده مساهمه مننا في اوغندا حوالين بحيره كيوجا. كذلك ايضا في اوغندا عملنا سد اسمه سد اوين. سد اوين طبعا السد ده برضو من السدود الكبيره اللي اتعملت في اوغندا من اجل توفير وتخزين الميه وبالاضافه الى توليد الكهرباء هناك في اوغندا. فدي نقطه برضو من النقط المهمه والمساهمات اللي احنا ساهمنا فيها. يبقى عندي سد اوين وسد حوالين بحيره كيوجا علشان نجفف المستنقعات الموجوده هناك. كذلك ايضا في كمان سد نيمولي، اسمه سد نيمولي برضه في اوغندا. تمام؟ برضه للمحافظه على الميه ومساعده في المشروعات القوميه هناك. طيب يبقى اوغندا انا عملت هناك 3 مشاريع، سد عند بحيره كيوجا لتجفيف المستنقعات، وسد اوين لتوليد الكهرباء، وسد نيمولي ايضا للمحافظه على الميه. خلاص؟ طيب انا عندي اخر حاجه خالص عملنا برضو من المشاريع اللي هي في كينيا. كينيا
عملنا الآبار، حفرنا العديد من الآبار للاستفادة من المياه الجوفية، للاستفادة من المياه الجوفية في كينيا، بس الكلام ده في كينيا بس. كذلك آخر حاجة بقى خلاص معانا في الدرس اللي هي قناة جونجلي. قناة جونجلي. ايه قناة جونجلي دي؟ قناة جونجلي دي قناة مائية، المفروض انها هتمشي في المكان اللي بتفقد فيه المية 50% اللي هي في بحر العرب او بحر الجبل. المنطقة ده هي كده، منطقة بحر الجبل اللي بتفقد المية فيها. قلنا هنعمل قناة توصل الطريقين ببعض بشكل مباشر، وهتلاقي عندك على الخريطة بشكل افضل من اللي انا رسمه على السبورة. قالك القناة دي هتوفر لنا ال 15 في المليار متر مكعب اللي بيتم فقدهم، اللي هي من نيمولي، قصدي من منجلة الملكال. مش احنا قلنا كانوا 30 مليار وهينزلوا 15 لانهم فقدوا 50% من منجلة الملكال؟ قال لك هنوفر ال 15 مليار دول. هنعمل قناة مباشرة من منجلة الملكال هتتجنب منطقة السدود النباتية. اهو خلي بالك ليه؟ لتجنب. يبقى قناة جونجلي ليه يا اسطى؟ لتجنب. اتجنب ايه؟ منطقة السدود النباتية. اتجنب منطقة السدود. طبعا وتم العمل فيها 70% منها، ولكن تم وقف العمل فيها. طبعا ما كملناش عملها، يعني 70% اتعملوا ووقفنا. ليه؟ لان قامت حرب في السودان، اللي هي بسبب مشكله حصلت في السودان. طبعا حرب اهليه قامت في السودان فوقفنا الحفر فيه، فممكن نكمل فيها يعني، الله اعلم. تمام. المهم ان تم العمل فيها بسبب الحرب، وقف العمل فيها بسبب حرب السودان. يعني ممكن يجي لك سؤال فيها، ممكن يجي يقول لك تم وقف العمل في قناه جونجلي نتيجه لاسباب نقط، يبقى نتيجه لاسباب سياسيه. تمام. فتخلي بالك من نقطه زي نتيجه لاسباب سياسيه، وبكده يبقى احنا خلصنا المشروعات اللي مصر ساهمت فيه. انا اختصرتها لك اهو في ايه؟ في لمتهم لك في بعض، يعني بدل ما تقعد تحفظ نقط على الفاضي ما انتش عارف هما فين. فهو السودان عملنا خزان صنار وسد جبل الاولياء، واحد على النيل الازرق والتاني على النيل الابيض، احفظها كده. مصر السد العالي، خزان اسوان. اوغندا 3، بحيره كيوجا، سد اوين، سد نيمولي. طب في كينيا حفرنا ابار. طب كان جونجلي اتعملت فين؟ لتجنب منطقه السدود النباتيه. طب خلصت؟ لا ما خلصتش، بسبب الحرب الاهليه في السودان، يعني نتيجه لاسباب سياسيه. بكده يبقى احنا خلصنا الدرس بتاعنا. درس سهل جدا وجميل، ولكن معلوماته كتيره. انا معاكم الدرس طويل ومعلوماته كتيره، ولكن سهل وجميل، ما فيهوش اي حاجه، ومعلوماته حلوه ان احنا نستفيد منها. كده يبقى الدرس خلص. ان شاء الله في الحصه اللي جايه او الجزء اللي جاي هنشرح تاريخ عشان هنشد شويه. انا عارف ان انا متاخر عليكم، ولكن هنشد وهنحل الامتحانات بتاعه كتاب الامتحان ان شاء الله. فمش عايز الناس تقلق، بس اهم حاجه اشترك في القناه ودعمنا. الواحد لما بيحس ان في دعم بيبدا انه بينزل بسرعه اكتر، لان العمليه عن نفسي بس مش اكتر والله. وربنا ييسر الحال، واتمنى لكم كلكم التوفيق، وانا معاكم لحد يوم الامتحان، حتى لو الناس اللي متابعه عددها قليل، ولكن برضه انا معاكم ليوم الامتحان. اتمنى لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.